دي حرفيا وصفة سحر، وحشتوني يا سكاكر. مبدئيا كده نقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، عشان انا مش مستغنية عن ضوافري. الوصفة بتاعت النهاردة جبارة وخطيرة جدا جدا جدا. كل الناس بقى اللي كانت بتدور في الصيدليات على حاجة تطول ضوافرها، حاجة تقوي ضوافرها ما تتكسرش، اللي هو الضوافر ما يبقاش طبقتين كده والطبقة اللي فوق تقعد تتشال كل شوية، الحاجات دي كلها انسوها. طبعا انا يعني جربت وشفت ودورت لحد ما لقيت لكم الوصفه دي خطيره. بس نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، عشان انا مش مستغنيه عن ضوافري. قلت والتلات مكونات اللي احنا استخدمناهم في الوصفه هم حرفيا موجودين في كل بيت، ممكن نشتري منهم مكون لو مش موجود عندنا. بس حرفيا خطيره، التلاته لما بيتحطوا على بعض بيطلعوا ضوافر قويه ناشفه ما بتتكسرش وناعمه كده، وشكلها بيلمع وحلو طبيعي يعني. فقبل ما نبدا حطوا لايك وسبسكرايب، واستنوا كل الوصفات الجايه عشان في وصفات خطيره قوي 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 معايا انا بس. ويلا بينا. اول حاجه بقى لو حاطين منوكير لازم نشيله. انا شلت المنوكير من اول 3 ضوافر بس، فسبت المنوكير الباقي يعني. وابدا اجيب اي اداه للضوافر كده، ارجع الجلد الميت اللي بيبقى حوالين الضفر ده. ليه؟ عشان خاطر لما احط عليها الخلطه اللي احنا عاملينها الضفر كله يستفيد من المكونات، والجلد اللي حوالين الضفر يبقى ناعم كده ويبقى طري، وهو كمان يستفيد من المكونات دي. فبصوا بقى هبدأ ان انا ارجع الجلد، بس ارجعه بالراحة واحدة واحدة عشان برضو معورش نفسي، عشان المكان اللي حوالين الضفر ده بيبقى مكان حساس جدا جدا جدا. هبدأ بقى ان انا ارجع كل الضوافر. طبعا انا رجعت ال3 ضوافر دول بس، عشان هم دول بس اللي انا شلت منهم المنوكير. بعد بقى على طول ما ارجع الضوافر بتاعتي هبدأ في الوصفة. اول حاجة زيت زيتون، بس اكون مدفياه شوية، يعني حاطة طبق فيه مية سخنة ومدفياه كده شويه، مش ميه سخنه قوي، ميه دافيه شويه. وحطيت فيها كوبايه زيت الزيتون، انا واخده حبه صغننه في قعر الكوبايه، ادفيهم بس شويه. طيب اخد قد ايه زيت زيتون؟ على قد ما انا هستخدم الوصفه دي. عايزه تقعد معايا اسبوع اوكي مفيش مشكله، عايزاها تقعد معايا يومين واجددها تاني مفيش مشكله، وينفع ان انا اعملها واحتفظ بيها. فالمقدار اللي انا اخده على قد ما على قد ما انا هستخدم الوصفه دي. بس اقصى حاجه نخليها اسبوع. تاني مكون معانا هو زيت النعناع. يعني لو انا مثلا اخدت معلقتين من زيت الزيتون هاخد معلقتين من زيت النعناع. طيب بعد ما هاخد زيت النعناع ده هبدأ ان انا بقى اقلبهم كويس مع بعض، عشان زيت الزيتون يندمج مع زيت النعناع. وزيت النعناع ده بينظف الفطريات اللي على الضوافر، وكمان بيخلي الضفر كده شكله صحي اكتر. لازم ان انا ادمج المكونات مع بعض عشان ده شيء مهم جدا. بعد كده بحط نص ليمونه. الليمون ده بقى ممكن اختياري، بس لو انت عندك حساسيه. لو مش عندك حساسيه فهو يعني جزء مهم جدا من الوصفه. ويعني عايزه اقول لكم هو مهم جدا جدا جدا، لان الليمون ده اصلا بيفتح لو في سواد حوالين الايد. تاني حاجه ان هو بيقوي برضو الضوافر، فهو مهم قوي في الوصفه بصراحه. طيب افرض انا بعد ما حطيت الليمون وحطيت زيت النعناع وحطيت زيت الزيتون، اعمل ايه؟ لازم ان انا اقلب الوصفه كويس جدا، وابدا اخد على الضفر بتاعي بعد طبعا ما رجعت الجلد الميت زي ما قلت لكم، واعمل مساج كويس قوي على ضفري، عشان خاطر الوصفه دي تخش في الاماكن اللي تبقى حوالين الضفر، عشان الضفر يقدر يتغذى منها كويس. وابدا اعمل حركات دائريه كده، وادخل الوصفه حوالين الضوافر كويس. والحته اللي فوق الضوافر اللي هي بيبقى الجلد الميت اللي بيبقى فوق الضوافر دي كمان هترطب لي الحته دي اصلا، يعني زيت الزيتون مرطب قوي جدا فهيرطبها معايا. وكمان الوصفه ريحتها حلوه جدا، فما نخافش خالص ونعمل الخطوه دي. وطبعا انا عايزه اقول لكم لو عملتها كل يوم هتبقى مفيده جدا جدا فوق الوصف. طب افرض انا بقى مش عايزه اقعد اعمل مساج كده، اعمل ايه؟ ممكن اجيب علبه منوكير قديمه عندي، ولو فيها منوكير ناشف ازاي اقدر ان انا استخدمها؟ هجيب اسيتون اللي هو بيبقى السايل ده، واغسل العلبه دي، افضي جواها الاسيتون واقعد ارج فيها، هتلاقيها ان هي بقت شفافه كانها علبه شفافه اصلا. وابدا احط الخلطه اللي انا عملتها دي جوه العلبه. طب احطها ازاي؟ هحطها بسرنجه بقى، او احطها يعني اي حاجه تقدر تدخلي الخلطه دي جوه العلبه الصغيره دي. بعد كده امسك كده كاني بحط منوكير، واحط اكتر في الاطراف اللي حوالين الضوافر عشان برضو الضوافر تتغذى معايا.
ولو استمريتوا على الوصفة دي كل يوم هتلاقوا نتيجة رهيبة رهيبة رهيبة، ولو استمريتوا يوم بعد يوم برضو هتلاقوا نتيجة حلوة قوي. بس انا كان قصدي ان كنتوا تستمروا اطول وقت ممكن. ثانيه واحده بقى كده، استمر عليها قد ايه عشان الاقي النتيجه اللي انا عايزاها؟ في ناس هتستمر اسبوع، في ناس هتستمر اقل من اسبوع، في ناس هتستمر اكتر من اسبوع. المهم ان احنا نستخدم الطريقه زي ما انا ما قلت لكم، وان شاء الله ضوافركم هتتحول 180 درجه. بس اهم حاجه ان احنا نستمر على الوصفه دي. ونسيت اقول حاجه كمان مهمه جدا، الليمون. ناخد بالنا لو في ناس عندها حساسيه من الليمون، لان في ناس مجرد ما الليمون بس بيجي على جلدها بتقعد تهرش كده وبيطلع لها حساسيه. فجربي الاول على حته صغيره كده، لو لقيتي ان هو هيستحمل فتمام، انت كده كده اصلا مخففاه بزيت الزيتون وزيت النعناع وبس كده. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب عشان اي وصفه بنزلها بتبقى مجربه وبتبقى قمر زيك. فاي وصفه لازم انزلها لازم تشوفيها وتجربيها، عشان بجد هتلاقي منها نتيجه مضمونه 100%. وبس كده، يا رب تكوني استفدتي يا سكر. وبس كده، باي.